دي نيسان سيلفيا اس 15، اسطوره يابانيه وتطوير النهائي لشاسيه نيسان الاسطوري الاس شاسيس. اتصنعت في اواخر التسعينات واوائل الالفينات، وكانت رد اليابان على السيارات الالمانيه بمحرك الاس ار 20 دي اي تي 2 لتر تيربو بدفع خلفي ووزن خفيف جدا، المحرك اللي سيطر على سباقات الدريفت والشوارع في العالم كله لسنين طويله. العربيه دي ملك لصديقهم اندرسون، والنهارده العربيه دي مش هتفضل ستوك. فريق ثروتل هيعمل تعديل وبناء كامل من الصفر، كيت تربو كامل بهيدرز جديدة ونظام وقود احترافي وكمبيوتر السباقات الهيلتك وعفشة وشدود احترافية وكلاتشات جديدة وتغيير لون العربية بالكامل ببي اف ملون وغيرهم من التعديلات الكتير. وفي الاخر العربية هتطلع على الداينو وهنشوف محرك الاس ار 20 بعد التعديلات دي هيدينا كام ويل هورس باور. للي بيشوفنا لأول مرة، أنا محمد حمدي، ودي مش مجرد قناة، إحنا عيلة بتحب العربيات والتعديلات. قبل ما نبدأ الفيديو ادعمنا بلايك وصلي على النبي واشترك في القناة وخليك واحد من العيلة وفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول بأول. ويلا بينا نبدأ. أول خطوة في المشروع بدأت بالانتقال لورشة التغليف. الفريق حمل السيلفيا ونقلوها على هناك، بس أنا مستغرب إنهم عاوزين يغيروا لونها مع إن لونها ده جامد جدا. وعلى فكرة العربية واطية جدا وصوت الإكزوست بتاعها جامد. الفريق قرر انه مش هيدن العربيه بوهيه عاديه عشان لو صاحبها حب انه يغير اللون بعدين، فقرروا انهم هيستخدموا بي اف ملون بلون ميتاليك ريد بس مايل شويه على ميد نايت بيربل. على طول بداوا تغليف، وهنا لازم نعرف الميزه من البي اف الملون. البي اف الملون بيحمي صاج العربيه بالكامل من الخرابيش والحصى، وكمان بيديك باريك للون جامد جدا تحت اشعه الشمس، وده مستحيل تاخده في البويه العاديه. وزي ما انتم شايفين بعد ما العربيه اتغلفت لونها بقى جامد جدا، ودلوقتي طلعوها بره عشان يرجعوها ورشتهم. وهنا بيبان قد ايه البي اف تحت الشمس جامد جدا بجد. الشكل اختلف 180 درجه. قولوا لي رايكم في الكومنتس في اللون ده. ودلوقتي جه وقت ان السيلفيا ترجع على الورشه عشان يبداوا التعديلات التقيله. على طول رجعوا الورشة وجهزوا العربية وحطوها على رافعة. وقرب لي كده عشان هنبدأ بالتقيل. الفريق جاب تربو كيت كامل من نوع ايس ار، وهيدرز الفي 3 بتاعته بفتحة تي 2 عشان العادم يخرج اسرع، وكمان داون بايب معدل عشان يركب على الاكزوست الاصلي بتاع النيسان سيلفيا، وكمان طقم مواسير انتركولر الجديد وكل الوصلات والفلتر الرياضي وحساس اير ماس جديد. فيلا بينا نبدأ شغل التعديل. عشان يشتغلوا براحتهم الاول هيفكوا الكبوت، وكده كده مش هيركبوه تاني، وقدام هنعرف ليه. وكمان فكوا العجل الامامي والاكسدام. وزي ما انتم شايفين ده محرك الاس ار 20 دي اي تي اللي في السيلفيا اس 14، وده بيجي بنظام في تي بيدي عزم قوي جدا للمحرك. المحرك ده ستوك تماما ومتفكش فيه اي مسمار قبل كده. بس على فكره فريق ثروتل عملوا عمره وتعديل لمحرك زيه بالظبط قبل كده. لو عاوزيننا نعمل فيديو عنه اكتبوا لنا تحت في الكومنتس. لكن هنا عشان يحافظوا على بلوكه المحرك من انها تتكسر على الار بي ام العالي، تعديلهم على التيربو هيكون امن ومحسوب بدون مبالغه في الضغط. اول حاجه فكوا خراطيم الانتيك اللي خارجه من التيربو ورايحه للكولر، وزي ما انتم شايفين ده صمام التفريغ، وعلى فكره ده اصلي من شركه بليدز. وكمان فكوا الفلتر والتوصيله بتاعته، وده كمان اصلي من شركه بليدز بس طبعا لازم يتغير. بعد كده شالوا شداد الحوض وفكوا غطاء الهيدرز. بعد كده فكوا الاكزوست من تحت ونزلوا ميه الريديتير بالمره، والميه هنا لونها كويس جدا، وده دليل ان المحرك ده كان بيعامل معامله محترمه. بعد كده فكوا مسامير الهيدرز وشالوه من مكانه، وهنا الهيدرز بتخرج هي والتربو. وزي ما انتم شايفين التربو ده ستوك، بس التربو الجديد اكبر حاجه بسيطه بس مهم جدا وانت بتركب اي تربو جديد انك تحدد فتحات الزيت، عشان بيكون في فتحات للضغط وفتحات للتسريب. وطبعا التربو والهيدرز هيكونوا بالشكل ده. على طول هيركب كل الوصلات في التربو الجديد وهيركب الهيدرز في التربو. وزي ما انتم شايفين في فرق شاسع بين الاتنين. التربو القديم حرفيا خلاص بيودع. فيلا بينا نشوف تركيب التربو الجديد هيتم ازاي. الاول حط جوان العادم، بعد كده خد التربو والهيدرز وسقطهم مكانهم. الخطوه دي محتاجه صبر وشغل بدقه عشان ما تقطعش اي وصله موجوده حوالين التربو. بعد كده هيربط المسامير وهيرفع العربيه عشان يركب صمام التفريغ والاكزوست من تحت. طبعا كلنا عارفين ان تركيب تربو اكبر يعني زياده في الهواء اللي داخل المحرك، فعشان كده لازم يكون في زياده قصاده في البنزين. عربيات التسعينات بتيجي برشاشات حقن جانبي قديمه وضعيفه،
ودي انت حرفيا لو فضلت تدور عليها في السوق مش هتلاقيها. عشان كده الفريق جاب طقم رشاشات جديده ومسطره بنزين من شركه ريديوم، ودي بيركب عليها رشاشات حقن علوي بحجم 1200 سي سي، وكمان جابوا منظم ضغط بنزين متغير ومزود بسعه قياس، وكمان ترمبه بنزين جديده دي دبليو 400، ودي عشان تدي ضغط ثابت للبنزين تحت اي اجهاد. يلا بينا نشوف كل الكلام ده هيتركب ازاي. اول حاجه عشان يوصل للرشاشات هيشيل الانتيك مانيفولد، وتحته هتظهر لنا الرشاشات والمسطره. وعلى فكره الانتيك ده عامل زي بتاع البي ام دبليو بالظبط، مكون من جزئين بيركبوا مع بعض. على طول هيشيل فيش الرشاشات، ومهم جدا اننا نسد فتحات الانتيك عشان مفيش اي حاجه تقع جواها. بعد كده فك مسامير مسطره الرشاشات وشالها، وجاب المسطره الجديده وبدا يجهزها وركب القواعد بتاعتها، وفي الاخر ركبها مكانها. بعد كده ركب خراطيم البنزين، وقبل ما يقفل المانيفولد هيركب الادابتور، وده عشان يعدل مدخل الفاكيوم بتاع المانيفولد وبيركب مكان القديم بالشكل ده. بعد كده خد المانيفولد وركبه تاني مكانه. انا عارف ان المانيفولد ده محتاج يتنضف، بس هم قدام هينضفوا كل الكلام ده. تعالوا بقى نرجع نفتح الشنطه اللي ورا، عشان اللي ما تعرفوش ان ترمبه البنزين موجوده ورا. الاول فضوا الشنطه وفكوا وغطوا عوامه البنزين وطلعوا الترمبه القديمه وفكوها وركبوا الجديده مكانها. بعد كده رجعوا كل حاجه تاني مكانها، وبكده يبقى نظام الوقود اتعدل بالكامل هو والتيربو، وكل حاجه بقت جاهزه للتشغيل. بس لازم نعرف ان التعديل الصح مش بس تعديل المحرك والاداء، لا، التعديل الصح بيتم برضه بالتشطيب الصح والعفشه والامان. عشان كده اول حاجه هيبداوا بيها هي تلميع المصابيح الاماميه، وده بيتم بالطريقه دي. بتجيب الملمع وتحطه على الفرشه وتشتغل لحد ما تطلع الطبقه الصفراء اللي عليها. بعد كده بالمنديل والماده وهتمسح بالشكل ده. بس كده هتلاقي المصابيح رجعت معاك جديده. هيكرر نفس الكلام ده الجهه التانيه، ودي النتيجه النهائيه. ندخل بقى على شغل العفشه. الفريق جاب طقم كويل اوفر احترافي من ايس ار برو سيريز، وده قابل لتعديل الارتفاع ودرجه الكامبر وكمان الدامبنج. على طول هيدخل على العربيه، وزي ما انتم شايفين السوست في المساعد القديم مفوته. على طول هيفك كل المسامير اللي ماسكه المساعدين القدام، وهيفكهم وهيشيلهم من مكانهم. ونفس الكلام ورا، فك وشال الاتنين مساعدين الموجودين ورا. بس هنا هناخد بالنا ان البطاحات محتاجه تتنضف، عشان كده نضفوها كلها ودهنوها باللون الاسود، وكمان دهنوا الكاليبرز بالاسود. وما تقلقش الطنابير اللي باظت دي هتتغير، بس اصبر. بعد كده ركب الاربع كويلات الجداد وربط المسامير بتاعتهم، وبكده يبقى نظام التعليق اتعدل بالكامل. ندخل بقى على الفرامل. الفريق جاب طنابير جديده من دي بي اي، ودي عليها نقوش مع تيل فرامل من اي بي سي. اولا شالوا تيل الفرامل القديم، بعد كده فكوا الكاليبرز وشالوا الطنابير القديمه وجابوا الجديده وركبوها مكانها. بعد كده ركبوا الكاليبر الثاني مكانها، وهنا اكتشفوا ان التيل الامامي جه غلط، فركبوا التيل الخلفي وسابوا التيل الامامي لحد ما يغيروه ويجيبوا الصح. وعشان منظومه الاداء تكمل الفريق جاب انتركولر امامي ضخم من ايس ار، وكمان ريديتير الومنيوم بالكامل من كويرود، وده اكبر بمرتين من القديم الستوك. على طول فك الكولر القديم. بعد كده فك مروحه التبريد وشال الريديتير. وبعد ما الريديتير خرج دلوقتي تقدروا تشوفوا الفرق بينه وبين الجديد. بصوا على سمك الريديتير القديم والجديد، حرفيا الفرق كبير جدا، وده هيساعد على تبريد الميه بشكل افضل. على طول ركب المروحه على الريديتير الجديد. بعد كده ركبهم مكانهم ووصلوا خراطيم الميه كلها اللي فوق واللي تحت، وربطوا الافزه بتاعتهم. بعد كده ركب الكولر الجديد مكانه وعدل اتجاهه وربط المسامير بتاعته. بعد كده الفريق جاب مواسير الكولر الجديده كلها، وكمان جابوا وصلات وافزه جديده. على طول ركبوا المواسير مكانها وربطوا كل الافزه وركبوا الفلتر الجديد، وبكده العربيه بقت جاهزه انها تروح للداينو. بس فاضل كام حاجه بسيطه ولكنهم حاجات مهمه جدا، واولهم تركيب بوجيهات جديده. عشان كده جابوا بوجيهات جديده من ان جي كي. على طول شال الموبينات وفك البوجيهات القديمه وركبوا الجديده مكانها، وفي الاخر حطوا ميه التبريد الجديده ودوروا المحرك عشان لو في اي هواء موجود في البلوك يطلع بره ويدخل مكانه ميه التبريد. بعد كده جابوا جنوب جديده يابانيه اصليه من ورك مايستر اس 1 مقاس 18 وكاوتشات فالكون ار تي 660 بلس. على طول جهزوا العجل وتاكدوا انه مترصص صح ومفيش فيه اي مشاكل. بعد كده ركبوا الجنوط مكانها في العربيه، وفي الاخر نزلوا العربيه من على الرافعه. وتعالوا نشوف النتيجه. بجد وقفه العربيه بقت جامده جدا، وزاويه الكامبر دي مثاليه.
بعد ما كل حاجه اتعدلت في السيلفيا، الفريق جاب طقم دبرياج جديد من اكشن كلاتش، واللوحه بتاعته معموله من النحاس، وكمان معاهم فلاي ويل من الالومنيوم وزنها خفيف جدا. على طول رفعوا العربيه تاني، وهنا عشان يفكوا الفتيس لازم يشيلوا عمود الكردان الاول. على طول فكوا مسامير عمود الكردان وشالوه، وفكوا كل المسامير اللي ماسكه الفتيس بالمحرك، ورفعوا الرافعه تحت الفتيس عشان ما يقعش على الارض، وفكوه ونزلوه واحده واحده وخرجوه بره. بعد كده فكوا الكلاتش القديم، واللوحه بتاعته باين عليها انها متاكله جدا. بعد كده فكوا الفلاي ويل، وواضح جدا انها تقيله لانها مصنوعه من الحديد. بعد كده جاب الفلاي ويل الالومنيوم الجديده، ودي باين جدا انها خفيفه. على طول ركبها مكانها وربط المسامير بتاعتها، وركب الكلاتش الجديد مكانه، وبكده العربيه هتطلع اقصى عزم ممكن ليها بدون اي مشاكل. بعد كده ركبوا الفتيس تاني مكانه، وربطوا عمود الكردان، وبكده يبقى السيلفيا بقت جاهزه. بعد ما ركبنا الكلاتشات الجديده، جه وقت تركيب الاي سي يو الجديد، وده هيكون هيلتك نكسس اس 2. وعشان نفهم ايه الفرق بين كمبيوتر العربيه الستوك واي كمبيوتر مستقل، كمبيوتر العربيه الستوك بيكون فيه تعقيدات كتير، وبالذات العربيات اليابانيه، وتتوين الاي سي يو بتاعها بيكون رخم جدا. لكن الاي سي يو المستقل بيكون مخصص للعربيات المتعدله، وفيه مزايا كتير جدا وسهل انك تتونه، بس طبعا لازم تكون فاهم. ودول في منهم انواع كتير زي موتك وماكس اي سي يو ولينك اي سي يو وفولتك، وطبعا هيلتك، وده اللي هم استخدموه. وعلى فكره هيلتك ده من الفئه العاليه، والاجمد انه جاي بالفيشه بتاعته اللي فيها مخرج الاو بي دي 2. على طول نزلوا العربيه من على الرافعه، وفك الفبر اللي جنب الباب، وشال الاي سي يو الستوك بتاع السيلفيا، وركب اي سي يو الهيلتك الجديد مكانه، وبكده السيلفيا بقت جاهزه رسميا لاختبار الداينو. على طول خرجوا العربيه بره وحملوها عشان تروح لورشه الداينو. بعد ما العربيه وصلت بداوا بتجهيزها. الاي سي يو المستقل بيكون فاضي ومفيش فيه اي حاجه، فالاول بيتعرف على العربيه وبينزل له الملف الستاندر بتاع السيلفيا اس 15. بعد كده المعدل بيبدا يظبط قيم زوايا الاشعال وكميه البنزين في الجداول. تعالوا الاول نسمع صوت المحرك قبل ما يتحط على الداينو. طيب الاول لازم نعرف ان دي مش عربيتهم، ودي عربيه واحد صاحبهم، فهم مش عاوزين انهم يطلعوا منها احصنه كتير، لان ده بيكون غلط على المحرك، فهم هيكتفوا من 250 ل 300 حصان بس، وده هيكون امن جدا على العربيه وهتكون قويه برضه. على طول جهزوا العربيه وشالوا العجل الخلفي، وركبوا صوره العجل في الداينو. وللعلم الداينو ده اسمه هاب داينو، ولو عايزين تعرفوا ايه هو الداينو بيشتغل ازاي، هتلاقوني نزلت فيديو على الانستجرام شارح فيه كل حاجه عن الداينو، مكوناته، بيشتغل ازاي، وكمان انواعه. على طول بدأوا باول دوسة، وتعالوا نسمع طرب محرك الاس ار 20. اول دوسه العربيه عملت 214 حصان بس، ودي كانت دوسه تجريبيه بيعملها المعدل عشان ياخد قرايات لنسبه البنزين، ويبدا يقارنها بالنسب الصح عشان يظبطها في الجدول. تعالوا نشوف الدوسه الثانيه العربيه هتعمل ايه. الدوسة التانية العربية جابت 219 حصان، فهنا هيبدأ يظبط أكتر ونشوف النتيجة. الدوسة التالتة العربية عملت 245 حصان، وده رقم كويس جدا على العربية استخدام يومي، بس هنا المعدل شايف انه ممكن يعلى اكتر من كده، وهيثبت البوست على 19 بي اس اي، وبرضه العربية هتكون امنة جدا. تعالوا نشوف نتيجة الدوسة الرابعة بعد التظبيط. الدوسة الرابعة العربية عملت 269 حصان، وده رقم كويس جدا، مع العلم ان المحرك الستوك اخره انه يخرج 180 حصان بس، فهنا في زيادة اكتر من 90 حصان على العجل، وده مع استجابة تربو خرافية ونطاق عزم واسع. بعد ما الفريق خلص جلسة الداينو والتيونينج رجعوا الورشة، وده عشان جه وقت انهم ينظفوا حوض المحرك بالكامل، وهنا جابوا شركة بتستخدم حاجة زي بخار التلج تقريبا، بس بصراحة انا مش عارف ده عبارة عن ايه، ممكن يكون نيتروجين سائل بس مجمد. المهم الطريقة دي فعالة جدا وبتنظف اي حاجة بتيجي قدامها، وزي ما انتوا شايفين دي النتيجة.
عارفين ايه اللي ناقص؟ فاكرين الكبوت اللي قلنا انهم مش هيحتاجوه تاني؟ الفريق جاب كبوت كربون فايبر جديد ستايل دي في 2 بفتحات تهويه علويه، على طول ركبوه مكانه، وبجد شكله تحفه جدا. قولوا لي رايكم في الكومنتس، هل الكبوت الكربون احلى ولا الكبوت العادي؟ وزي ما انتم شايفين دي النتيجه النهائيه، العربيه اتحولت بالكامل شكل واداء. على طول جابوا صاحب العربيه عشان يستلمها، والحقيقه انه كان متوتر جدا لانه عارف انها اكيد هتبقى احلى بكتير. على طول رفعوا الغطاء عن العربيه، وتعالوا نشوف ردة فعله. 3 2 1 Oh my gosh bro Holy بجد انا فرحت له، ما شاء الله العربيه بقت تحفه فنيه، من تناسق الجنوط مع لون البي بي اف الميتاليك ريد والكبوت الكربون وشعار السيلفيا الاصلي. العربيه حرفيا بقت تحفه فنيه. لا وكمان صوت الاس ار 20 دي اي تي مع التربو الجديد وصوت التفريغ اثبت ان السيلفيا اس 15 هتفضل ملكه سيارات الجي دي ام. بس هل انتم مفكرين ان هنهي الفيديو من غير ما نسمع صوتها؟ اكيد لا. يلا تعالوا نسمع صوتها. قولوا لي بقى في الكومنتس ايه رايكم في ارقام الاس ار 20 دي اي تي بالتربو الجديد، وهل اللون ده هو الاجمل للسيلفيا ولا تحبوا لون تاني؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان توصل لكم المشاريع الجايه اول باول، واعملوا شير للفيديو مع اصحابكم. كان معاكم محمد حمدي، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.